بيبدأ فيلمنا بمشهد جوه بيت مهجور في منطقة جبلية، وبنشوف واحدة مغمى عليها على الأرض وبتكون مربوطة من رجليها بجرس علشان لما تتحرك الجرس يعمل صوت وينبه صاحب البيت. ولما بتفوق بتلاقي كاسيت ومكتوب عليه ورقة إنها تشغل الشريط اللي جواه. بعدها بتشغله وبتلاقي صوت واحد ما تعرفوش بيبدأ يشرح لها إنها مخطوفة وموجودة في منطقة مهجورة وبعيد جدا عن بيتها، وإن مفيش أي حد تقدر تستنجد بيه، ومفيش في المكان أي شبكة أو أي خدمات، وإنه هيبدأ يطاردها علشان يحاول إنه يصطادها، وإن دي طريقة ليه علشان يستمتع، وإنها ما قدامهاش للهروب غير فرصة موتوسيكل جليدي موجود على مسافة معينة من المكان اللي هي فيه، وبيكون سايب لها بوصلة معاها. وبتكون المغامرة إن هي توصل للموتوسيكل الأول وتهرب، أو يوصل لها هو الأول ويقتلها. وعشان الراجل الغامض ده محترف وبيحب المغامرة، ما بيكونش سايب في سلاحه غير 3 رصاصات بس، وده معناه إنه مش سايب لنفسه غير 3 محاولات علشان يصطادها. وبينصحها نصيحتين: إنها ما تستناش كتير في المكان، وده لأنها مش هتلاقي أي حاجة فيه تفيدها. والنصيحة التانية إنها لما تهرب ما تجريش في خط مستقيم، لأنها هتكون هدف سهل ليه. وبيعرفها إنه طلع لها حالا عشان يقتلها، فبتبدأ إنها تهرب بسرعة، وبيبدأ إنه يخرج لها فعلا علشان يدور عليها. وبتكون لارا بدأت في الهروب، وبيبدأ يجهز الصياد في منتهى الثقة والهدوء. وبعدها بيبدأ يخرج ويدور على آثار رجليها، بس ما بيلحقش لأن لارا بتكون مستنياه وبتضربه بكيس حاطة جواه الكاسيت، وبتفضل تضربه لحد ما بيغمى عليه. وبتاخد شنطة وتفضيها وبتاخد منها كلبش وبتربطه بيه. بعدها بتسحبه وبتدخله جوه البيت وبتنزله في بدروم البيت وبتسيبه وبتطلع، وبتقفل باب البدروم وبتحط وراه كنبه. بعدها بتشوف صوره ليها متعلقه على الحيطه، فبتعرف ان الموضوع مش صدفه وانه مريض نفسي وبيطاردها من زمان. بعدها بتخرج لارا من البيت علشان تدور على الموتوسيكل الجليدي اللي هتهرب بيه، وبتحدد الاتجاه عن طريق البوصله اللي كان سايبها لها، وبتاخد معاها سلاح الصياد واللي بيكون مفيهوش غير 3 رصاصات. بعدها بتلاقي خيمه على مسافه واللي المفروض هيكون فيها الموتوسيكل، وقبل ما بتوصل لها ولان الريح بتكون شديده جدا بتقع شجره قدامها، ومن الخوف بتضرب لارا واحده من ال3 رصاصات اللي معاها، وبكده ما بيفضلش معاها غير رصاصتين. ولما بتوصل للخيمه بيكون الصياد عامل لها فخ وبتقع، وبيكون في حديد مدبب، وبيكون الصياد كاتب لها انه خدعها وان مفيش موتوسيكل ولا حاجه وان ده فخ. وبتعرف انها بكده لازم هتهرب مشي قبل ما يفوق الصياد ويحصلها. بعدها بتوصل لجبل عالي ومش عارفه تحدد هي فين، وبتعيط لارا لانها مش عارفه اقرب مكان تلاقي فيه بشر فين. وفي الوقت ده بتقرر انها ما قدامهاش غير انها هي اللي تطارد الصياد علشان تعرف منه طريق الهروب، وبتبدا ترجع لبيت الصياد من تاني على امل انه يكون لسه مغمى عليه في البيت. ولما بتوصل البيت بتتفاجئ انه فاق وقاعد مستنيها، ويقول لها انها ذكيه وفعلا قدرت انها تخدعه، بس غلطتها انها رابطه ايده قدام، والا ما كانش قدر يطلع من مكانه ويفك نفسه. وبتهدده لارا انها هتقتله لو ما كانش يقول لها هي فين وازاي تقدر تخرج من المكان. بس بيضحك الصياد وبيقول لها انها لو عايزه تقتله كانت قتلته من الاول وما كانتش كتفته وهربت. بعدها بيحدفها بطبق قدامه، فبتضرب لارا رصاصه تانيه في الهواء، وبكده بتكون فقدت رصاصتين من السلاح ومش باقي معاها غير رصاصه واحده. وبتشوف صور مجموعه من اللي كانوا مخطوفين قبلها، وبيقول لها انه ما بياخدش غير الناس الشجاعه واللي بتتحدى الموت. بعدها بيسمعوا صوت بره البيت، وبيهرب الصياد وبينزل على البدروم، وبيقول لها انها تقتل اي حد يدخل البيت. وبتجري لارا وراه على البدروم وهي مش فاهمه حاجه، وبتسمع صوت دخل جوه البيت، وبيكون في حد بيحاول يكسر باب البدروم عليهم. وبتحاول لارا والصياد انهم يضربوه لحد ما بتتشجع لارا وبتقدر انها تضربه ويغمى عليه، وبتهرب بره البيت ومعاه الصياد اللي بيحاول يوصل للموتوسيكل بتاعه وهو معاه لارا، بس بتكون رجله مصابه وبتضطر لارا انها تعالجه. وبتعرف لارا منه انه شخص غني جدا وعنده سلسله كبيره من المطاعم، وانه بيعمل كده علشان يتسلى ويخرج من الملل اللي هو فيه. بعدها بيقول لها انه قعد 3 شهور يراقبها لحد ما عرف كل حاجه عنها، ولحد ما قدر انه يخطط لها ويخطفها. وبتهدده لارا انه يكمل مشي في طريقه. وبتسمع لارا صوت ذئاب، وبيستغلوا الصياد في انها تغير طريقها لحد ما بتقع في فخ في حفره كبيره هو اللي عاملها.
وبيكون شايل جنب الحفرة شنطة بيخرجها وبيطلع منها أدواته، وبيقول للارا إنها ما تقدرش تغير غير قدامها حلين بس، إنها تموت في الحفرة أو تستنى لحد ما يرجع بعدها يكملوا الصيد من تاني، وبيمشي وبيسيبها. وبتفشل لارا إنها تخرج من الحفرة، بس بعد وقت بتقدر إنها تخرج عن طريق حبل، وبتشوف الراجل اللي ضربته لما هجم على بيت الصياد، وبتعرف إنه مخطوف زيها من الصياد. بعدها بيهجم عليهم الصياد وبيقدر إنه يطعن الراجل، وبتهرب لارا. بعدها بيبدأ إنه يدور عليها، وبتعمل له خدعة بالجاكيت بتاعها، وأول ما الصياد بيجري على الجاكيت بتخرج لارا من وراه وبتضربه وبتهدده بالسلاح، وبتقول له إنه ما لهاش طريق الخروج دلوقتي هتقتله. بتقول له إنه صياد فاشل، بدليل إنه فشل في قتل الراجل الأولاني، وإنه خايف إنه يخرج عليهم ويقتله، علشان كده ماشي خايف. بعدها بتسمع لارا صوت قريب من المكان، بيكون في ناس في المكان، وبيقول لهم الصياد ان لارا ست مجنونة وبتحاول تقتله، بس لارا بتديهم السلاح وبتقول لهم ان هو اللي مجرم مش هي، وبيصدقوها. وبتركب الموتوسيكل مع واحد فيهم، وبيهجم عليهم الصياد، وبيقدر ان ياخد المسدس من واحد فيهم وبيقتله، وبيقتل الراجل اللي لارا راكبه وراه الموتوسيكل الجليدي. بعدها بيهجم على لارا وبياخدها وبيرجع بيها على البيت بتاعه، بيكون مخبي الموتوسيكل جنب البيت، وبيخيرها انها تقدر تمشي او تستنى معاه وتستمر. وفي الوقت ده بيظهر الراجل التاني وبيهجم عليه، وبتساعده لارا وبتاخد السكينة من الصياد وبتطعنه بيها، وبتقوله انها قدرت انها تكسبه وانه صياد فاشل وانها اشطر منه. بعدها بتاخد الموتوسيكل وبتمشي. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تشترك في القناة، ونشوفكم الفيلم الجاي.